يا ريت تصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع أم اسمها جوانا وهي بترمي حاجة غامضة في صندوق الزبالة، وتكون بنتها كلير بتتفرج على عش للطيور وهي على الطريق. وبتركب كلير العجلة وبترجع لبيتها مع كلبها ماكس. ولما بتدخل بيتها بتسمع صوت أمها وهي بتعيط، فبتطلع لها الأوضة وللأسف بتلاقيها شنقت نفسها وانتحرت. وبتصحى كلير من النوم بعد ما بتحلم بطفولتها ويوم انتحار أمها، وبيكون أبوها اسمه جونسون. بيركب العربية مع كارل صاحبه، وبتستعد كلير للمدرسة. بتنزل وبتركب العجلة بتاعتها وبتتحرك وهي في طريقها، بتعدي على بيت عمها وتلف بالعجلة على الطريق عشان تمسك الجريدة من على الأرض بدل عمها كبير السن. ولما بتعمل ده بيحاول يخبطها مجموعة من المتنمرين اللي معاها في المدرسة، واللي بيكونوا راكبين عربية غالية، ولكن كارير بتتفاداهم وبتقع على الأرض. ولما بتقوم بتدي لعمها الجريدة وبتروح كلير للمدرسة، وتشوف هناك أبوها وكارل بيفتشوا في صندوق الزبالة. وبتطلب كلير منهم إنهم يمشوا وما يعملوش ده في مدرستها، عشان ده بيخليها تتحرج لما زمايلها يعرفوا إن والدها عامل نظافة. فبيسمع أبوها الكلام وبيمشي هو وصاحبه بالعربية. في المدرسة بتكون كلير مع أصحابها جون وماردس، وبيعلقوا يافطة على شباك الكافيتيريا. ولما بتكون كلير واقفة على السلم، بيعدي والد جنبها وبياخد لها صورة من تحت الجيبة اللي هي لابساها. وتعدي ديرس المتنمرة اللي كانت سايقة العربية اللي وقعت كلير على الأرض، وبترمي قهوة على اليافطة اللي صنعتها كلير وأصحابها. وبتدخل كلير لفصل اللغة الصينية وبيقول لها طالب اسمه ريان إن اليافطة اللي هي صنعتها كانت عاجباه. وتكون كلير معجبة بولد اسمه بول اللي بيكون حبيب لولا. لما بيكون جانسون في شغله بيدور في صندوق الزبالة، بيلاقي صندوق غريب وبيحتفظ بيه. وفي المدرسة بتتنمر ديرسي مع أصحابها تايمر ولولا على كلير. لما تدافع كلير عن نفسها وبتشتم ديرسي، بتضربها ديرسي بالقلم على وشها، وترد لها كلير الضربة، ويتخانقوا مع بعض. بعد المدرسة بتروح كلير لجارتها دايلوكا اللي بتعمل كلير زي بنتها، ويتكلموا مع بعض. ولما بتروح كلير البيت، بيديها أبوها الصندوق الغامض اللي لقاه في الزبالة، وبيبقى الصندوق مكتوب عليه كتابة باللغة الصينية. وبتعرف كلير إنها تترجم كلمتين بس وهما 7 أمنيات. وتشوف كلير على السوشيال ميديا وتلاقي صورة لأبو كلير وهو شغال، ومكتوب على الصورة هاشتاج أب الكمامة. وبتبقى ديرسي هي اللي صورت ورفعت الصورة عشان تنتقم من كلير. وتكون كلير ماسكة الصندوق وبتتكلم مع نفسها وتقول إنها نفسها إن ديرسي تتعفن. بالليل لما بتكون كلير نايمة، بيتفتح الصندوق الصيني لوحده ويشغل موسيقى، وبيتقفل تاني. ولما بتصحى ديرسي من النوم، بتلاقي رجلها اتعفنت ومليانة غرغرينة، وكمان وشها اتعفن. بتوري مريد صورة لديرسي لكلير، بتعرف كلير إن أمنيتها اتحققت. لما بتروح كلير لبيتها بعد المدرسة، بتلاقي كلبها ماكس ميت. بتروح بالصندوق لمدرس اللغة الصينية عشان يترجم المكتوب على الصندوق، ولكن المدرس بيقولها إن اللغة المكتوبة على الصندوق هي الصينية القديمة، وهو مش متعلم. وبيسمع ريم كلام كتير من المدرس، وبيقول لكلير إن بنت عمه ممكن تساعدها. بتكون كلير حزينة على موت الكلب ماكس. ولما بتشوف صورة بول على الإنترنت، بتتمنى إنه يقع في حبها. وفي تاني يوم بتتحقق الأمنية، وبيتكلم بول مع كلير في المدرسة. ويكون عم كلير في الحمام عشان بيستحمى. لما بيقف في البانيو بيتزحلق وبيقع على راسه، وبتتفتح راسه وبتنزف. ولما بيحاول يقوم بيتخبط وشه في الحنفية وبيفقد الوعي وهو بينزف. والبانيو بيتملى مية وبيموت وهو غرقان. بعد ما بتروح كلير البيت، بتعرف من أبوها اللي حصل لعمها، وبتسأل أبوها عن متعلقاته وبيت عمها. وبيقول لها أبوها إنهم مش مكتوبين في وصية عمها. وبتتضايق كلير من أبوها عشان بيحتفظ بأشياء ملهاش قيمة في البيت. وبتطلع لأوضتها وبتمسك الصندوق، وبتتمنى إن عمها يكون ساب لها كل الورث بتاعه والبيت. وفي تاني يوم بتيجي لجونسون مكالمة، وبيقول لبنته إن أخوه ساب كل الورث والبيت لكلير. وتاني دايلوكا كلير على بيتها الفخم وإنها تعيش فيه. وبتستخدم كلير ورث عمها من الفلوس، وتروح مع أصحابها وبيتسوقوا وبيصرفوا ببذخ على جلسات العناية بالبشرة. وبتبقى دايلوكا في بيتها وبتطبخ العشاء، ومرة واحدة الحوض بيقف عن العمل، ويكون الحوض فيه جهاز بيسحب الحاجات اللي محشورة في ماسورة الصرف عشان يتسلك. وبتمد دايلوكا ايديها عشان تشيل اللي سد البلاعة، ويدوس جسمها على زرار تشغيل جهاز الصرف وهي مش واخدة بالها، وبيتعلق شعرها بالجهاز وبيشد الجهاز شعرها جامد لحد ما بتتكسر رقبتها. وفي نفس الوقت لما ده بيحصل، بتلاحظ كلير وفي بيتها إن الصندوق بيتفتح وبيشغل موسيقى، وبيتكلم جونسون معاها عن أمها. وبتكون كلير متأثرة بسبب اللي حصل لجوانا. ولما بتنام كلير بيجيلها كابوس عن الصندوق. ولما بتصحى من الكابوس بتشوف ظل شخص واقف بره أوضتها، فبتخرج تشوف مين ده، ولكنها ما بتلاقيش حد. وفي تاني يوم في المدرسة بتشوف كلير بول وهو بينفصل عن لولا حبيبته. وبعدها بيقرب بول من كلير وبيدعوها على موعد غرامي.
وبعد المدرسة بتقابل كلير ريام وبتسأله على تمن اللي هيترجم المكتوب على الصندوق، وبياخدها ريام وبيروحوا لجينا بنت عمه، وتشوف جينا المكتوب على الصندوق وتقول إن الصندوق هيحقق لصاحبه 7 أمنيات، لكن لو صاحب الصندوق اتخلى عنه الأمنيات حتى لو اتحققت هترجع بالزمن ومش هيحقق الصندوق الأمنيات. بيكون الصندوق عليه كلمة لومي، فبيدوروا على معنى الكلمة على الإنترنت وبيعرفوا إن لومي هي واحدة صينية عاملة لعنة على الصندوق عشان تنتقم من اللي قتلوا عيلتها في سنة 1910، وإنها بقت غنية وأعدائها كلهم اختفوا من الوجود أو ماتوا، ولكن لومي انتحرت في سنة 1922 لسبب غامض. وفي طريق كلير للبيت بتشوف أبوها مع كارل وهما بيدوروا في صندوق الزبالة، وبيقول لها جونسون إنه بيحب يقضي وقته مع كارل ويدوروا في الزبالة على أشياء تمينة، وبتتعصب كلير بسبب اللي أبوها بيعمله وتروح لبيتها وبتستخدم الصندوق وتتمنى إن أبوها يكون شخص رائع. تستقبل جينا إيميل بعد لما طلبت ترجمة لكل اللي مكتوب على الصندوق، فجأة الكهرباء بتفصل وبيبقى موبايلها مش مستقبل أي شبكة، ويبدأ الصندوق في عزف الموسيقى. في نفس اللحظة يعزف جونسون على آلة السكسفون بعد لما بقى شخص رائع، وكلير بقت فخورة بوجوده في حياتها الشخصية الجديدة. بتحاول جينا إنها تتصل على ريام عشان تقول على الترجمة، ولكن ما بيردش على موبايله. ولما بتدخل البيت بتتكعبل في السجادة وبتقع على تمثال عليه أرض، وبيخترق التمثال راسها وبتموت. ولما بيروح لها ريام في تاني يوم بيشوف جثتها، فبيقرر ريام مع كلير على الصندوق، وبيقولوا إنه بيقتل كل حد مرة صاحبه بيتمنى أمنية، وبيسأل هل هي اتمنت أمنيات وطلبها من الصندوق ولا لأ، ولكن كلير بتكذب عليه وبتقوله إنه ما عندهاش فكرة هو بيتكلم عن إيه. وبيتخلى كلير مع أصحابها عشان تقضي وقتها مع بول في المدرسة. ولما بتروح البيت بتتفاجأ لما تحسب عدد الناس اللي ماتوا مقابل تحقيق أمنيتها، وبتقرر إن أمنيتها الجاية لازم تكون حاجة كبيرة ممكن تغير حياتها للأحسن، فبتتمنى إنها تكون أكتر بنت مشهورة في المدرسة. وبيدعوها بول حفلة وبتوافق كلير، ولما بتحضر الحفلة بيبصلها كل الناس بإعجاب كأنها أحلى بنت في العالم. ولما بتنام كلير بالليل بتصحى وبتشوف نفس الشخص الغامض مرة تانية من الشباك، فبتجري وراه لكنه بيهرب، وبتبقى كلير فاكرة إن الشخص الغامض عايز يسرق الصندوق، فبتخبي كلير الصندوق في مكان آمن. وبتزور كلير ديالوكا ولكنها بتلاقيها ميتة في المطبخ ورقبتها مكسورة. بتحس كلير بالحزن وبتحاول إنها تتكلم مع أصحابها وبتدعوهم للبيت وبتحكي لهم عن الصندوق، وتقول لها مدرس إنها بتستخدم أمنياتها لحاجات تافهة. ولما بيعرفوا موضوع الناس اللي بتموت مقابل تحقيق الأمنيات بيقولوا لكلير إنها مجنونة عشان لسه محتفظة بالصندوق وعارفة إن في ناس بيموتوا بسببه. وفي يوم بتقابل كلير أصحابها في حفلة وبتسألها جون هل هي اتخلصت من الصندوق ولا لأ. تكدب كلير وبتقول إنها اتخلصت منه، وبتعرف كلير إن بول هو الشخص الغامض اللي كان بيتجسس عليه، وبتنفصل عنه وبيبدأ الصندوق في عزف الموسيقى. وبتعرف كلير لجون إنها لسه محتفظة بالصندوق. ولما بتكون مدرس في الأسانسير بيقف عن العمل وبيقع وبتقع من الدور عالي جدا وبتموت. ولما بتشوف جون اللي حصل بتلوم كلير على موت ميردس وإن ده ذنبها. بيوري ريام لكلير أصحاب الصندوق اللي ماتوا، وبيطلع إنهم كلهم كانوا ناجحين في حياتهم، ولكن مقابل ده كل اللي حواليهم ماتوا. معرفش أصحاب الصندوق إنهم يتعايشوا مع اللي حصل وانتحروا. ويقول لها ريام إن بعد الأمنية السبعة الشيطان هياخد روحها في المقابل، وبتقول له كلير إنها استخدمت 5 أمنيات من السبعة. ولما بيحاولوا إنهم يدمروا الصندوق يكتشفوا إن ده مستحيل وإنه متين جدا. بتخلي كلير الصندوق وبتنام، لكنها بتصحى بالليل بسبب بول اللي قدامها بيقول لها إنه مش عايز يعيش من غيرها وبينتحر. بتاخد الإسعاف بول وبتلاحظ كلير إن الصندوق اختفى، وبيوصل موظفين مصلحة الضرايب للبيت، وبتعرف كلير إن عمها تهرب من دفع الضرايب ل10 سنين، فبتقرر إنها تسيب البيت وبترجع لحياتها العادية وبتبقى فقيرة. وبتلاقي كلير الصندوق في خزنة جون، وإن جون هي اللي سرقت لما بول كان في أوضة كلير. بتتخانق معاها كلير على الصندوق وبتوقعها على السلم. ولما ريان بيحاول إنه ياخد الصندوق من كلير بتهدده وبتقوله إنها تستخدم أمنيتها ضده وتخليه يبعد عنها. مع الوقت بتبدأ كلير إنها تتجنن وبتتمنى إن أمها ما تنتحرش، وتحقق الأمنية وبتظهر أمها مع إخوات كلير ويتمنوا لها عيد ميلاد سعيد. ولما بتطلع كلير لأوضة أمها بتعرف إن جوانا كانت صاحبة الصندوق وإنها انتحرت بسببه. بيبدأ الصندوق بالعزف وبيكون جانسون ساند السلم اللي كارل واقف عليه وهو بيقطع أغصان الشجرة بالمنشار الكهربي. وبتجري كلير بسرعة لبره البيت عشان تنقذ أبوها لما بتعرف إن هو اللي هيبقى الضحية مقابل أمنيتها. ولكن بيفوت الأوان وبيوقع كارل المنشار على جونسون وبتقطع رقبته. وبتطلع كلير لأوضتها وبتتمنى من الصندوق إنها ترجع بالزمن لليوم اللي أبوها لقى الصندوق فيه. وبتصحى كلير من النوم
وبيكون كلبها ماكس لسه عايش وعلى سريرها، وبتطلب كلير من أبوها إنها تروح معاه وهو بيدور في الزبالة، وتلاقي الصندوق وبتشيله في شنطتها، وتروح للمدرسة وبتتكلم مع ريان وبتطلب منه إنه يدفن شنطتها من غير ما يفتحها، وبتجري على الطريق وبيحصل لها حادثة وبتخبط ضرس بالعربية وبتموت كلير بعد لما الصندوق أخد روحها. لما حقق لها السبع أمنيات في النهاية، بيحفر ريان الحفرة اللي هيدفن فيها شنطة كلير، ولكنه بيفتح الشنطة ولما بيلاقي الصندوق بيقرر إنه يحتفظ بيه. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.